واحد من احلى التعريفات اللي سمعتها عن كلمه براند هي ان البراند عباره عن الاحساس اللي بيوصل لاي حد لما اسمك يتقال. الاحساس مش الكلام اللي هو بيقوله، هي دي البراند بتاعتك. فمثلا لو قلت لكم ابل، ما تقوليش انت حسيت بايه، بس اسال سؤال تاني: هل عندك شك ان كلنا حاسين بنفس الحاجه؟ طيب قريبه. طيب لو جيت قلت لك مرسيدس، من ناحيه تانية خالص لو قلت لك العربي، شيبسي، كوكاكولا، اي براند كبير، هتحس ان انت متخيل ان انت واللي حواليك كلكم دماغكم فيها نفس الحاجه. يمكن ما تعرفش توصفها بس هي متشابهه، احنا كلنا حاسين نفس الاحساس. دي براند عامله بوزيشننج قوي، ايا كان بقى البوزيشننج بتاعها ايه. كل بوينت اوف كونتاكت بينك وبين الفئات اللي انت بتستهدفها لازم 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 تبقى مبنيه على ده. فاكرين بقى لما كنا بنتكلم في السوشيال ميديا الصبح بنقول لازم عندك كونتنت دايركشن وديزاين دايركشن وهكذا، بيبقى مبني على دي. انا عايز اي حد يشوف اي حاجه ليا، يسمع اي حاجه، ينجيج مع اي شخص، يوصل له ده طول الوقت. وي ديفند البوزيشننج ستيتمنت ات اني كوست. اوكي؟ ليه؟ نفس كوتلر قال حكمه من، يعني انا ما سمعتهاش منه، سمعت حد بينقلها عنه. قال ايه؟ قال ان عندك دايما في البيزنس حلين: يا تنافس على السعر يا تخلق براند قوي. محدش يقدر يبيع بسعر عالي من غير براند قوي، ولو حد باع بسعر قليل قوي مش محتاج يعمل براند قوي. فلو انت مش عايز تبقى طول الوقت سعرك رخيص وكده، لازم تبني براند محترم.